السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فستان كده شيك وبسيط، اللي هو زي العباية الدرابية اللي هي المفتوحة وتحتيها بيزك بقط. الطقم ده شيك جدا ومطلوب مننا، بيطلب كتير. اول حاجة هنعمل البيزك اللي تحت. انا طالبة 1.5 متر قماش. هنطبق القماشة كده على 4، وهخلي جزء طالع لبره بتاع السوستة، الجزء الخلفي مفتوح علشان انا هعمل فيها سوستة من ورا. هعمل عرض الرقبة 8 سنتي، بعدين باخد عرض الكتف 20 سنتي. بتاخدي عرض الكتف وبتقسميه على 2. انا عندي عرض الكتف او عرض الظهر كان 40، يبقى نصهم 20. سقوط الكتف 3 سنتي. باخد كده من اخر الرقبة لحد سقوط الكتف وبعمل الكتف بتاعي. باخد طول حردة الجيرو 23 سنتي وبعمل خط الصدر. ده الخط اللي بحط عليه نقطة الصدر. نقطة الصدر عندي كانت الربع بتاعها 25، لان المحيط كان 100. الوسط بعد نقطة الصدر ب15 سنتي. تمام، ب15 سنتي بتحطي نقطة الصدر بتاعتك. وبعدين بناخد نقطة الهانش من نقطة الصدر الوسط لحد بعديها تحتيها ب20 سنتي. دي كده نقطة الهانش. عندي الهانش كان الربع بتاعه حوالي 32.5. كده انا حاطه يا جماعه بالزياده بتاعتي، لان انا لما باجي اخد المقاسات انا باخد المقاسات مش باخدها بالظبط، انا باخد المقاسات بتاعتي بواسع، مش باخد المقاسات بتاعتي على الزبونه بالظبط مظبوطه. تمام كده احنا بنقص القطعة اللي تحت، وزي ما قلت لكم القطعة اللي تحت دي هتكون قط، يعني ما فيهاش كمام. هاخد بقى طول الزبونة عندي كان حوالي 1.5 متر، اللي هو انا جايبة 150 سنتي يعني. ده كده انت لو هتعملي صك، لكن هي مزودة تقريبا، كانت جايبة اكتر من 1.5 متر، لان هي كانت هتعمل الجزء ده زي طرحة كده. لكن انتي القطعة طالما قط وما فيهاش كمام بتطلبي لها 1.5 متر فقط. كده ده الطول بتاعي اهو، طول البيزك بتاعي. وبتاخدي بقى من نقطة الهانش كده لاخر القماشة. هي كده كده ما بتبقاش عريضة قوي، هي لان هي القماشة احنا واخدينها على وسعها مش مطبقينها مرتين. دي كده حردة الرقبة، الكتف، الجيرو بتاعي، حردة الجيرو. تمام، دي كده القطعة اللي تحت. وزي ما قلت لكم طبعا انا مخلية القطعة اللي تحت اكبر سنتي ومفتوحة، لان انا هركب فيها سوستة. هركب سوستة في الخلف علشان لما تيجي تلبس بسهولة ما يضايقهاش. هعمل هنا بقى التعديلات بتاعة الامام. بنزل كده 10 سنتي في الحردة الامامية، وبعمل الدوران بتاع الحردة الامامية بتاعتي. مش هعمل تعديلات كتيرة هنا. هاخد من حردة الجيرو كده. تمام كده ده القطعة اللي تحت، وهي بس بترفي الحردة بتاعة الجيرو وخلاص. زي ما قلت لك اهم حاجة كده انا اي حاجة بقصها بربطها، لان انا طبعا بقص في البيت وبرجع لما بنزل المشغل. ف... فما فيش حاجة يعني تتوه منك، او لو انت هتقصي في وقت وهترجعي تقفلي في وقت تكون الحاجة بتاعتك منظمة ومحطوطة مع بعضها. هبدأ بقى ان انا اقص الجزء اللي فوق اللي هو الجزء بتاع العباية، بس احنا هنا هنقصه بطريقة مختلفة شوية، اللي هو احنا هنعمل فيه بنس. يعني هي الزبونة هنا طالباه ان هي عايزة تعمل فيه زي بنس كده، اللي هي قصة البرنسس. هنقص فيه قصة برنسس لان هي طالباه كده. اول حاجة انا جايبة 3 متر بنطبقهم بالعرض كده مرتين، يعني 1.5 متر و1.5 متر. فالقماشة بتكون عريضة معاكي جدا. بنبدأ نطلع من العرض بتاعها ده الكمام. هبدأ اطلع كده الكمام، بطبق 25 سنتي او 23 زي ما احنا خدنا حردة الباط، لان احنا عارفين ان احنا قد ما بناخد حردة الجيرو بناخد عرض الكم بتاعنا، الا في حالات معينة لو الصدر عندك عالي جدا. لان في ناس كتير يا جماعة سألتني وقالت لي حردة الجيرو ازاي اعملها قد الكم وبتطلع اصغر بتطلع اكبر. هتطلع مظبوطة معاكي دايما، لكن في حالة واحدة لو عندك منطقة الصدر عالية جدا فعلا كده بنضطر ان احنا نزود في دوران الكم شوية عن طول الجيرو.
ان شاء الله هعمل لكم حلقة مفصلة عن الكم ومشاكل الكم باذن الله. اول حاجة كده خلاص انا قصيت 23 سنتي من عرض القماشة عشان ابدأ اطلع منها الكم. هاخد بقى طول الكم بتاعي، طول الكم عندي 60 سنتي، انا هعمله 62 بالخياطة والحاجات دي، لكن انا هنا كمان هعمل الكم فيه اسورة، يعني انا عاملة الكم فيه اسورة مش كم كامل. فشوفي انت هتعملي الاسورة مثلا 10 سنتي، يبقى هتعملي الكم اللي هو الكبير مثلا حوالي 51 سنتي، والاسورة تعمليها 12 سنتي بالخياطات بتاعتها. لازم تاخدي بالك كويس جدا ان انت تعملي حساب الخياطات، دي نقطة مهمة جدا، في ناس كتير منا بننساها، وبعدين بتيجي مثلا يطلع منك الكم قصير او في مشكلة وتقولي الكم انا واخداه 60 بالظبط وازاي قصر مني. هو بيقصر منك علشان انت بتكوني مش عاملة حساب الخياطة من فوق، حساب تركيب الاسورة. الحاجات دي لازم تاخدي بالك منها كويس علشان القطعة تطلع معاكي مظبوطة ومقاساتها مظبوطة بإذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم. الجزء بقى انا كده قصيت الكم، الجزء ده اللي هبدأ ان انا هطلع منه الاساور وهطلع منه المرد اللي احنا هنركبه في العباية من قدام. انا هنا بس هفتح العباية كده من قدام لان انا هفصلهم، لان انا مطبقاها بالعرض فهي جاية مقفولة معايا، وهبدأ ان انا اطبق اللي هو الامام كده على جزئين، وهطبق الخلف فوقه على جزئين. تمام، هحط الخلف فوقه برضو بنفس الطريقة، وهظبط القماشة بتاعتي كويس. هنا انت ممكن تسيبي سنتي خياطة في الجزء الامامي وممكن لا، زي ما تحبي، لان احنا عارفين ان كده كده احنا هو هنسيبه مفتوح. فلو انت عايزة تسيبي سنتي ويبقوا المردين كده جايين على بعض تمام، عايزاه يكونوا واسعين وبعاد المردين عن بعض، مش هتسيبي سنتي خياطة، وممكن كمان تقللي الامام. يبقى انت على حسب صورة الموديل اللي معاكي انت بتحددي انت عايزة ايه. يعني انا دلوقتي شايفة ان المردين قافلين على بعض وشكلهم كويس، وممكن ان الزبونة تقفلهم بالحزام. تمام، على هذا الاساس انت بتحددي هتسيبي قد ايه في الامام، ولا هتخلي الامام اصغر وتسيبي مقدار المرض. هنا انا سايبه سنتي واحد في الامام اللي هو السنتي الخياطه، لان انا عايزه المردين يكونوا جايبين بعض يا دوب متلامسين كده مع بعض. فانا هنا عملت طبعا حردة الرقبه، هي بس المقاسات هنا مش باينه معاكم لان القماشه فاتحه والمرك فاتح، بس انا هحاول على قد ما اقدر اقولك الخطوات اللي انا بعملها. احنا خدنا الرقبه، خدنا خدنا سقوط الكتف، خدنا حردة الجيرو، نفس الخطوات اللي عملناها في البيزك اللي هو القطعه اللي تحت اللي هي القطعه المقط. هنا برضو باخد كده من نقطة الهانش وبنزل على واسع في القماشة بتاعتي. الفرق بس هنا ان انا زي ما قلتلك هعمل بنس في الموديل، يعني انا هعمل بنس في الموديل. طيب البنس في ناس كتير بتشتكي ان هي مش عارفة تعملها، مش عارفة الحسبة بتاعتها. طيب هنشوف دلوقتي كده مع بعض ايه احنا بنعمل ايه في البنس. اولا البنسة ليها حسبة بس انا هحاول اختصرها لك. انتي بتاخدي من الجزء المقفول من يعني على حسب طبعا مقاس الصدر، بس دايما بنعملها من 10 ل 12 سنتي على حسب مقاس الصدر. وهنا هاخد البنسة من تلت حردة الجيرو وهنزل كده من الجزء المقفول، مليش بقى دعوه بالجزء المفتوح اللي هو الامام. بمشي 10 سنتي، ودي خط الوسط، بتنزلي عن خط الوسط قد ما دخلتي. يعني لو انت دخلتي 10 سنتي يبقى هتنزلي 10 سنتي تحت خط الوسط و10 سنتي فوق خط الوسط، وبتاخدي بقى سنتي يمين وسنتي شمال وبتطلعي كده على مفيش. دي كده مسافات او مقاسات البنسة، اسهل طريقة ممكن تعملي بيها مقاسات البنسة بتاعتك. وبتاخدي بقى بالمزورة كده نازلة خط مستقيم من بعد النقطة اللي هي بتاعت خط الوسط اللي هي 10 سنتي اللي احنا نزلناه. يبقى انا لو دخلت من الخط المقفول من الجزء المقفول 10 سنتي، يبقى انا هنزل فوق وتحت خط الوسط 10 سنتي.
لو دخلتي 11 سنتي يبقى تطلعي فوقه وتنزلي تحته برضو 11 سنتي. هنا باخد قصة البرنسس بتاعتي من تلت حردة الجيرو، يعني من حوالي 8 سنتي، لان انا عاملاها 23 سنتي. تمام. بس هنا في نقطة مهمة، ان انا دلوقتي كده عوضت. انا طبعا واخدة 2 سنتي في البنسة، فلازم تعوضيهم في الوسط علشان الموديل ما يضيقش معاكي. يعني انا واخدة سنتي يمين وسنتي شمال، يعني 2 سنتي، فلازم ابدأ ان انا اعوضهم في الوسع بتاع الموديل بتاعي. هنا كده نساوي القماشة من فوق، وهبدأ ان انا افتح البنس بتاعتي. بس اهم حاجة انا هنا يا جماعة ما بفتحهاش لحد فوق خالص، بحيث ان انتي يفضل معاكي جزء بتاع الامام لازق في الامام بتاعه، والجزء بتاع الخلف لازق في الخلف بتاعه، علشان لما تقعدي على المكنة تكوني انتي عارفة كل جزء بتاع ايه. دي النقطة دي بتسهل عليكي شوية وانتي بتقفلي على المكنة، ان كل جزء مع الجزء بتاعه. اهو زي ما انت شايفة كده انا بسيبها لازقة مع بعضها شوية. هنا بس هفرغ بقى البنسة اللي احنا رسمينها، هفرغ البنسة بتاعتي. البنس يا جماعة بتظبط معاكي الموديل جدا، وبتديكي شياكة ورونق كده للحتة، بترسم البنسة بمعنى اصح على الزبون. كده خلاص انا شلت الخلف، وده الامام انا سايباه عشان الامام لسه هفتحه وهعمل التعديلات بتاعة الامام. طبعا انا مش هعمل رقبة طبعا دايرة، لا انا هعملها 7، ونزلت كده حوالي 25 سنتي، لان انا عايزاها 7 كبيرة مفتوحة، وخدتها كده على مفيش لحد الكتف. دي كده الرقبة بتاعتي، وهاخد كده سنتي سنتي كده. طبعا انا كنت عاملاه اكبر من الامام. هنا كده زي ما قلت لكم هقص نص سنتي كده من الامام، لان انا كده كده لسه هركب المرد، وانا مش عايزاهم يكونوا قافلين على بعض، انا عايزاهم يكونوا بعاد كده عن بعض، فعشان كده بقلل من الامام. تمام. ان شاء الله كده يكون سهل وبسيط عليكم، وتكون واصله لكم المعلومه. متنسوش يا جماعه اللي يستفاد من الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناه. ده كده الجزء اللي فايض من الكم، انا هقص منه شريطين، كل شريط فيهم انا عايزه المرد يكون عرضه 4 سنتي بعد الخياطه وبعد كل حاجه، فانا هعمله 10 سنتي بالخياطات بتاعتي. هاخد شريطين وهنقفلهم كده مع بعض، وهنبدأ ان احنا نشطب بيهم او ننظف بيهم الجزء بتاع الامام بتاعنا. دول كده شريطين طوال هقفل بيهم زي ما قلت لكم، او هنظف بيهم العباية بتاعتي او الدرس بتاعي من قدام. تمام. ان شاء الله كده تمشوا معايا خطوة خطوة ويكون سهل عليكم. انا عايزاهم طوال، واحنا شغالين على المكنة بقى لو في تعديل او في زيادة بنقصها من على المكنة مفيش مشكلة. هبدأ هنا كده ان انا اقص بقى الاساور للكم. طبعا الاساور على حسب ما انتي واخدة مقاسك على الزبونة، عايزاها واسعة عايزاها ضيقة، على حسب المقاس. انا هعمل الاسورة بتاعتي 14 سنتي، وطبعا سنتي خياطة، سنتي من ناحيتي وسنتي من ناحيتي، ركزي في النقطة دي، سنتي من ناحيتي وسنتي من الناحيتي. فكده هزود على ال14 هخليها 15، وكده ده هيكون عرض الاسورة بتاعي. والطول بتاع الاسورة بتاعتي انا عايزاه 11 سنتي بالخياطة، لان انا عايزة الاسورة تصفي على 10 سنتي. اهم حاجة تكوني واخدة بالك من النقط دي، نقط ان انت تعملي حساب الخياطات بتاعتك. هنا بنرفي بقى الجزئين اللي هما بتوع الفتحتين بتوع القم من تحت، بنكون عاملين فرطة كده بالمقص، وبنرفيهم على المكنة علشان لما تيجي تقفلي الكم دول يكونوا مرفيين كده لجوه وما يضايقوش معاكي في حردة الكم. هرفي برضو الناحية التانية بنفس الطريقة بتاع الكمين، يعني هتكون 4 جوانب معاكي.
ارفيهم بنفس الطريقة. وبعدين هنقفل الاسورتين من الجنب من جوه علشان لما اقلبهم على الوش بتاعهم تكون الخياطة بتاعتك من جوه ويكون شكلها كويس. بعد ما هتقفلي بقى الاساور هنبدأ ان احنا نركبها في الكمام بتاعتنا. هنا بقى هركب الاساور بتاعتي علشان انا قفلتها كده من الجنبين اهو، وهبدأ ان انا اركبها علشان انا هاخد معايا الكمام وهعملها عراوي. فهعمل في الاسورة دي هعمل عروتين كده، انا بقفلها اهو من الجنبين، وبتبدأي ان انتي تركبيها في الكم بتاعك. هنا برضو بوريكي ازاي هتعملي الكشكشة، عملتها في وسط الكم اهو، كشكشة كده بطريقة عشوائية، بس اهم حاجة ان انتي تجيبيها في وسط الكم. وهرجع بقى اركب الاسورة. ماشي، تركبي الاسورة بتاعتك وبعدين بقى بتوديها تتعمل عراوي ونركب لها الزراير، وبنقفل بقى الكم من بعد الرفية اللي احنا رافيينها دي. تمام. هنا بعد ما خلصت كده جهزت الكمام، هبدأ ان انا اقفل البنس بتاعتي. لو انتي البنس مش بتظبط معاكي في التقفيل، وفي ناس بتقولي بتطلع طبقة اعلى من طبقة او طبقة اكبر من طبقة، اعملي فرطة وانتي بتعملي البنسة. اعملي فرطة مثلا عند بداية البنسة ونهايتها، اعملي فرطة يعني قبل ما تشيليهم كده من بعض، اعملي في كل مكان فرطة، بحيث ان انتي وانتي بتخيطي تجيبي فرطات بتاعتك دي على بعض وتظبطيها وما تفرقش معاكي في الخياطة. تمام، دي طريقة سهلة ان هي الفتحات اللي احنا عاملينها دي ما تعملش معاكي وتطلع ناحية اكبر من ناحية او ناحية اصغر من ناحية. تمام كده احنا هنثبت بقى هنقفل كل البنس بتاعتنا. اه احنا طبعا فاتحين 2 امام و2 خلف، فانا هقفلهم كلهم ان شاء الله اهو كده. انا بقفلهم تمام اهي، بتمشي مع الدوران، بتظبطي الناحيتين بتوعك على بعض عشان ما فيش ناحية تطلع طويلة وناحية تطلع قصيرة. هنا بقى كنا قاصين كده شريطين طوال، الشريطين الطوال دول وصلناهم في بعض وعملناهم قفلناهم كده زي مرد. وهبدأ ان انا اخد من بداية اهو شريط طويل قدامكم اهو، هاخد من نص الرقبة الخلفية وهبدأ ان انا اركبه كده واطلع بيه في جزء في ناحية من الامام. ده كده التنظيف بتاع الامام فقط، يعني هو قردشان مفتوح واحنا مركبين فيه التنظيف ده. هو بيكون كده شكله 7. العباية دي يا جماعة يعني كانت نازلة موضة جدا الايام اللي فاتت دي، والبنات بتطلب مننا كتير، فان شاء الله كده تنفذوها وتكون سهلة عليكم. وما تنسوش يا جماعة اللي يستفاد من الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة ويكتب لنا كومنت حلو علشان يشجعنا ان احنا نستمر ان شاء الله. انا كده بس بعمل المرد بتاعي. طبعا اي حاجة فيها خياطة او تنيتين على بعض طبعا مش محتاجة اقولك ان هي لازم المكوة بتفرق جدا في تقفيل القطعة، بتفرق جدا جدا. بتفرق في الشكل النهائي للقطعة، يعني بتديكي رونق كده ان انتي ان شاء الله يعني قربتي على الجاهز جدا المكوة. فما تبخليش على القطعة بتاعتك بان انتي تكويها. بتبقى مجهود شوية بس بجد بتفرق معاكي وهتفرق في شغلك جامد ان شاء الله. كده انا خلاص عملت ناحية، هعمل الناحية التانية بنفس الطريقة. انا طبعا واخدة من نص الرقبة الخلفية وطالعة بيها كده لقدام، وبعدين هعملها اوفر. وهبدأ ان انا بعد ما اعملها اوفر هبدأ ان انا اشيمها، يعني ادوس عليها بنطة كده بالدواس عرض رجل علشان ما تبقاش موقفة كده معايا ويبقى شكلها حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهم حاجة في الموديل ده اللي هو فيه بنس ده ان انتي تكوي كويس،
اهم حاجة المكوة بتفرق جدا في شكل الموديل النهائي، لان كل البنز والخياطات اللي احنا عاملينها دي بيكون شكلها مش يعني شكلها خياطة باينة، وبتبقى فيها خياطة شوية، لكن لو كويتيها الموديل بصراحة بيبقى في منتهى الشياكة. هنا كده انا بركب الكم، طبعا احنا بنقلب الكم على وشه ونبدأ ان احنا نركبه، بندخله كده جوه الموديل، وببدأ ان انا اركب الكم. ماشي، هركب الكم التاني بنفس الطريقة بعد طبعا ما عملت له الاساور وركبت له زراير. الموديل ده شيك جدا وبيطلب كتير ويعتبر طالع موضة السنة دي، ان شاء الله تعملوه ويكون سهل عليكم. تمام، هنا كده بقى انا هشيم المرد زي ما قلت لكم، ان انا بعد ما ركبته وعملته اوفر اهو بدوس عليه من على الوش، مش بدوس عليه من على الظهر، بتخلي كده الوش في قدامك علشان تكوني شايفة النسبة والمسافة اللي انتي بتشيميها او بتدوسي عليها، بتديكي شكل جمالي. وزي ما قلتلك شيمي او دوسي عليه من على الوش مش على ظهره، وحاولي تظبطي المسافة بالظبط، اللي هو لو انت ماشية نص سنتي تمشي بنفس المسافة، ولا تقللي ولا تزودي عن المسافة دي. هتاخديه بقى كده بطوله وتعدي برضو من على الرقبة. النقطة دي بتفرق معاكي جدا في الشكل النهائي للقطعة، وبتكون شكلها كويس جدا. تمام، ان شاء الله يا جماعة تنفذوه ويكون سهل عليكم، وما تنسوش اللي يعجبه الفيديو وبيستفاد من الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة، علشان يشجعنا ان احنا نستمر وان احنا ننزل كل يوم فيديوهات جديدة ان شاء الله بإذن الله. هنا كده انا برفيه من تحت، خدت المقاس على الزبونة طبعا في الطول، وبتني التانية بتاعتي من تحت على حسب طبعا كل زبونة ليها مقاس. وبعدين هنعمل بقى القطعة اللي هي تحت البيزك اللي تحت، لان هي احنا مش هنقفله، احنا هنسيبه مفتوح، فهي هنعمل كده قطعة بيزك بقط من تحت علشان يكون شكله كويس معاكي. هنا بس هكمل الرافية بتاعتي. هنا بقى ده الجزء البيزك بتاعي، انا هعمل فيه سوستة من الخلف كده، سوستة سحرية. هركب السوستة، طبعا احنا عارفين في السوستة السحرية اهم خطوة دواس السوستة هو اللي بينجح معاكي السوستة. وبعدين بتحطي وش السوستة في وش القماشة، وبتبدأي ان انتي تزنقي على السوستة كده على سن السوستة بالإبرة، والجنب التاني طبعا بيكون عكس الدواس، فبتثبتيها من فوق مرة، وبعدين بس طبعا مش بتعرفي تزنقي على السوستة، بعدين بنجيبها من تحت. هنا بقى هقفل الجزء اللي تحت بتاع البيزك اللي هو ناحية السوستة، مقدار كده سنتي، مقدار ما ركبنا فيه السوستة. وهنقفل بقى طبعا الكتفين والجنبين اهو كده، ده كتف وده الكتف التاني. وبعدها هنعمل الكتفين اوفر، وهنبدأ ان احنا من عند حردة الجيرو كده هبدأ ان انا ارفيها، ترفيها رافية كده تانية من جوه تانية بشكل كويس، ولو مش ظابطة معاكي كويها. المكوة مهمة جدا في المراحل اللي زي دي، بتساعدك ان القطعة تطلع معاكي شكلها مظبوط وشكلها كويس. خلاص كده انا هرفي برضو الناحية التانية، وكده يكون بقى بقيلي الجنبين هنقفلهم وخلاص كده تمام. اهو كده انا بقفل الجنب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون سهل وبسيط عليكم. وما تنسوش يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.